السلام عليكم، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. ومرحبا بكم معايا في قناه شيوات نزا يوسف. وصفه جديده على القناه بسيطلات اللي كيجيو لذاد بعجينه المسمن وبواحد الحشوه اللي رائعه وبنينه بزاف، واكيد الا جربتيها غتولي معتمد عندك. اول حاجه غناخذوا الشعريه الصينيه، غادي نديروها تسلق وغادي نسموها بهاد المكونات. كناخذوا الشعريه الصينيه كنديروها في واحد الجميله، وكنديروا معاها واحد الورقه ديال الموسى اللي كميه كتكون تقريبا واحد 4 الحبات. كنديروا واحد 4 ديال الفصوص ديال الثومه اللي بقشور ديالهم، غادي نقسموهم غير على جوج وغادي نديروهم في هذيك الجميله. من بعد كنديروا معلقه ديال العطريه ديال الحوت صغيره، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، كنديروا الملحه الكافيه، وكنديروا واحد شويه ديال الكمون تقريبا معلقه يكون حبوب. كنضيفوا عليها الماء، انا هنا راه مازال غادي نزيد الماء، وغادي نضيفها في فوق البوطه، وغادي نخليها حتى تغلى ليا وتسلق ليا ديك الشعريه. من بعد غادي ناخذ مقيله باش نوجدوا الحشوه، كنديروا فيها الزيت اللي تكون سخونه، الزيت البلديه حتى كتبدا تغلي. ممكن تضيفوا حتى الروميه، كنضيفوا عليها معلقه كبيره ديال الكمون، واحد الورقه ديال الموسى كنضيفوا عليه، انا درت هنا 3. كنضيفوا عليها 4 ديال الفصوص ديال الثومه اللي كنقطعوهم، وكنخليو هذوك المكونات يتقلاو لينا في الزيت مزيان. كل ما كتخليو كيطلقوا واحد المذاق وواحد الريحه في الدار كتكون هائله وكتكون رائعه بزاف. من بعد كنضيفوا واحد الكميه ديال القزبر ومعدنوس عفوا اللي نكونوا قطعناهم رقاق، وكنخليوه حتى هو كيتشحر لينا على نار مهيله كيف ما شفتوا في الفيديو. من بعد كنضيفوا واحد معلقه ديال المعجون ديال الطماطم ديال مطيشه الحك، وكنبقاو نخلطوا مكونات مزيان. من بعد كنزيدوا عليها واحد القطع ديال الحامض، الحامض مصير كنقطعوه رقيق باش نمشيو للنكهه ديال الحوت بلا حوت، يعني ما غاديش نخدمو، ولكن غنخدمو بالمكونات اللي غادي كنستعملو اولا التشرميله اللي كنستعملوها في الحوت. من بعد ما تسلقت ليا ديك الشعريه الصينيه، بقى ليا واحد شويه ديال المرق، خديته وكبيته على ديك لاصوص كيف ما شفتوا. ولات عندي يعني هنا حصلت على واحد لاصوص اللي بالنكهه ديال الحوت، وفي نفس الوقت مقليه مزيان ومشحره. من بعد كناخذ صدر ديال الدجاج اللي كنقطعو طريفات يكونوا كبارين شويه يعني متوسطين، كنضيفهم على هذيك لاصوص وكنبدا نشحر فيهم مزيان. كنغطي داك الدجاج ديالي كامل بهذيك لاصوص حتى يتلبس ليا مزيان، وكنغطي عليه، كنزيد له واحد شويه ديال الماء المرق اللي انا خليت من قبل، وغادي نزيد ليه العطريه اللي هي كنضيف ليه الكمون مطحون، معلقه كبيره ديال الكمون مطحون، كنضيف ليه معلقه كبيره ديال العطريه ديال الحوت، والا عندكم الطامه ديال الحوت حتى هي ديروها راه كتجي زوينه بزاف. كنديروا شويه ديال البصار، غادي نضيف شويه ديال السودانيه بالنسبه للحار، الا عندكم الهريسه كتضيفوها حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. كتخليو هذيك الورقه ديال الموسى ما تحيدوهاش، خليوها حتى طيب مع الدجاج ويعطيها اللذه. اكيد الا جربتوا هاد التشرميله راه كتجي بنينه بزاف. صافي كنبقاو نديوها ونجيبوها حتى كتشحر لينا مزيان. انا هنا ما ضفت لا كروفيت لا حتى شي حاجه، غير الدجاج والعطريه ديال الحوت هي اللي خليت. من بعد زدت عليها واحد الكميه تقريبا واحد نص كاس ديال داك المرق اللي خلينا من الشعريه الصينيه، صفيته وكنضيفو على هذيك على الدجاج ديالي، وكنخليه حتى يطيب ليا مزيان ويتفرتت تماما. من بعد كنضيف عليه واحد المكعب ديال البودره ديال الثوم اولا البودره ديال الثوم راها بحال بحال. من بعد ما صفيت هذيك الشعريه الصينيه ديالي، صافي كنضيفها على داك الدجاج من بعد ما كيطيب، وكنزيد عليها واحد المعلقه ديال المطارد اللي كتبقى اختياري، الا ما كانش ماشي مشكل. هو كيعطي واحد النكهه ديال الدخان وصافي. صافي خلطتها مزيان، ومن بعد قطعت عليها الزيتون البيض، وضفتو كذلك عفوا زيتون خضر، وضفتو على الحشوه، وضفت كذلك الفرماج اللي حكيته من قبل. غادي ندوز نحضر معكم العجينه ديال المسمن. بالنسبه للعجين انا كنت حضرتها معكم من قبل، نعاودها معكم ماشي مشكل. غادي ناخذ واحد 2 كيسان ديال ديال الفينو، وغادي ناخذ زلافه ديال الفورص، غادي نضيف عليها ربع كأس ديال الزيت النباتيه، وغادي نضيف عليها هاد المره واحد شويه ديال الخميره ديال الحلوه باش كتعطيها واحد الهشاشه زوينه وكتعطيها انتفاخ في العجين. الا بغيتو تستغناو على الخميره غير استغناو عليها ماشي مشكل، ولكن من الاحسن ان حنا نديروها راه كتجي حتى هي زوينه. كنضيفوا الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، معلقه ديال العسل، وكنضيفوا كذلك ابيض بيضه، والاصفر كنحتفظوا به جانبا كيف العاده ديما. كناخذوا العجين وكنجمعوها، نغطيوها نجمعوها بالماء دافي
على حسب الجو، ومن بعد كنشكلوها حتى كندلكوها مزيان، نشكلوها على 4 ديال القطع. انا هنا قطعتها على 3 ديال القطع ديال عطاتني 3 الكويرات. من بعد كنخليها كترتاح مزيان وكنبدا نطلقها غير بالزيت. ممكن تستعملوا الزبده الا كانت عندكم استعملوها، الا ما كانش عندكم ماشي مشكل، تقدروا تستغنيو عليها ماشي مشكل، راه كنخدموا غير بالزيت وغادي يجيو مقرمشين. صافي كناخذ الكواره الاولى من بعد ما كترتاح ليا العجين ديالي، كنطلقها مزيان وكنبقى حتى كيطلق ليا حتى كيبان ليا السطح ديال العمل بحال هاد الطريقه هذه. وانا كنجبد الجوانب ماشي مشكل، الا تقطعت لكم العجينه ماشي مشكل، غير المهم في انها تكون مخدومه مزيان. وصافي كنبقى نطلق العجين ديالي على هذا الشكل حتى كنحصل ندير واحد المسمنه اللي كتكون كبيره وفي نفس الوقت كنطويها. الا بغيتو تستعملوا الزبده كيف ما قلت لكم كتكون حتى هي كتعطي واحد الطريقه زوينه. الا ما كانش ماشي مشكل نستعملوا غير الزيت، ومره مره هكا نطلقوا يدينا بشويه، ندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت وندهنوا سطح العمل كذلك بالزيت باش كتساعدنا ان حنا نطلقوا العجينه ديالنا. غادي نعاود معكم وحده باش تشوفوا الطريقه والشكل، الشكل ديالها كيفاش كنخدمها. مهم العجينه كتبقى غادا تابعك غير ما كتبركيش، كتبقاي غير كتجبدي هكذا العجين ديالك، ما تبركيش، ما تخدميش الكف ديالك، خدمي غير الاصابع غير بشويه بحال هكا. كيف ما شفتوا العجين ديالي راها مرتاحه مزيان. انا الاولى تقطعت ليا شويه لانني كنت خدمت بالزربه، داكشي علاش. دابا كنخدم معها، درت معها العقل، وراه اي حاجه كتخدم بالعقل ضروري. المهم غادي نبقى غادا مستمره بحال هكا حتى نحصل على واحد المسمنه اللي كتكون كبيره. غادي نغطيوها وغادي نخليوهم يرتاحوا جانبا حتى يرتاحوا ليا مزيان. انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل كاع الكويرات اللي عندي، وغادي نبدا نطلق الكويره الاولى بالزيت تماما ضروري. غادي نقسموا العجينه من بعد ما نطلقوا ديك المسمنه الكبيره اللي حنا درنا، غادي نطلقوها غنقسموها على 4، كل وحده غتعطيني 4 ديال القطع. غادي ناخذوا الطرف الاول يعني القطعه الاولى، وغادي نديروا فيها هذا الاطار هذا اللي مولفن كنخدموا به الحرشه، اولا عندكم ديال البيتزا، اولا لك غير زلافه عادي، اولا ممكن تحطوا غير بيديكم يعني بلا ما تستعملوا الاطار. ولكن انا كنقول لك من الاحسن انه غادي يساعدك باش كيجيو حتى في الشكل ديالهم زوينين وكيجيو مقادين تماما. غادي ناخذ هاد ديال بحال اللي غندير الحرشه وغادي نبرك عليها، غادي نهزو. من بعد غادي ناخذ هاد نطوي الطويه وغادي نبقى نجمع العجين ديالي على هاد الشكل حتى نحصل على شكل كويره، على شكل بحال اللي غندير ملويه يعني غنجمعها. من بعد غادي نرجعها واحد في الاطار ديالها. ممكن انكم تضيفوا هاد العمليه مباشره في اللاطه، كندهنوها بشويه ديال الزيت وكناخذ هذيك داك الاطار كنحطو في اللاطه، ومن بعد كنحط عليه بهذا الشكل هذا اللي غادي نوريكم. غادي نحط عليه وصافي غادي نكملوا بحال هذا الشكل هذا، ولكن تكونوا حطيتوها في اللاطه مباشره. انا راه هزيتها، المهم انا عطيتكم طريقه باش تجيكم سهله بانكم تحطوهم ويجوكم مقادين تماما. صافي من بعد كنخليوهم ما كنضغطوش عليهم، غير كيف كنحطوهم على داك الاطار صافي كنكونوا هكذا. راه حنا عطيناهم الشكل والفورمه ديالهم اللي غادي تعطيهم، اللي غيبقاو دايرين بحال البسطيله وما يتقطعوش لينا العجين وما تخرجش لينا الحشوه. من بعد كندهنوهم بالاصفر ديال البيضه اللي خلينا من قبل وكندخلوهم للفران، كنسخنوا الفران مزيان ومن بعد كنقصوا عليهم وكنخليهم على الاقل واحد الساعه حتى يتحمروا لينا ويتقرمشوا، كيجيو بحال ديال البسطيله، كيجيو بحال ورقه البسطيله، كيجيو بنان. وما نقولش لكم على ديك الحشوه اللي كتكون في الداخل، اكيد الا جربتوهم غادي يعجبوكم. كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وبواحد التعليق والبارطاج كمان. هنا حتى تما كنقول لكم الى اللقاء والى فيديو قادم.